السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ حلقتنا الرابعة من مسلسل ساعة وتاريخه، ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر. ونبدأ حلقتنا بالدكتور فاروق الشاذلي، واللي شغال كابتن طيار، وكان واخد واحدة معاه الشقة فوق، يعني واحدة مش ولا بد كده من بنات الليل. وكان عمال يحاول يفتح الباب وهي بتقول له انت بجد طيار؟ فقال لها ايوه، امال اليافطة دي ايه؟ قالت له اصل في ناس ساعات بيحطوا حاجة مش هي الاساسية. فقال لها طب ما انت قلتي اني خريجه كليه تجاره، هو انا يعني كنت دققت معاكي؟ فقالت له تحب اسمع لك جدول الضرب ويهزروا مع بعض. بعد كده قالت له هو انت مش عارف تفتح الشقه؟ هي مش شقتك؟ قال لها ايوه شقتي، بس المفاتيح كتير وانا من كتر الشقق ما ببقاش عارف هي انهي شقه. فقالت له يا ريت يبقى عندي مشاكل زي بتاعتك كده. المهم فتح الشقة ودخلوا، وأول ما اتفرجت على الشقة لفت انتباهها صورة كبيرة محطوطة لواحدة، وقالت له ايه ده، مين دي؟ فقال لها دي هيلتي، وبدأ يعرفها ان هي دي زوجته، وان هي فرنسية بولندية واتجوزوا مع بعض. فقالت له هي الستات المصرية يعني كانوا أثروا معاك في حاجة؟ فبدأ يحكي لها هو اتعرف عليها ازاي، وقال لها انا ما بيهمنيش الشكل خالص بتاع الست، بس هي فعلا كانت تعتبر كأنها لوحة رائعة. وحكى لها ان هو اتعرف عليها في فرنسا، وكانت عاملة المعرض بتاعها وشاف لوحة جميلة جدا عجبته، وقال ان هو هيشتريها ولكن بشرط واحد، ان هي ترضى ان هي تقعد معاه ولو ساعة واحدة يتكلم معاها لوحدهم. فهي قالت له ده انت طلعت رومانسي بقى يا دكتور. بعد كده قال لها انت عارفة اللوحة دي انا اشتريتها بكام؟ فقالت له بكام؟ قال لها انا اشتريتها ب150,000 دولار. قالت له يا لهوي ايه الرقم ده انا هنكت بس من الرقم. فقالت له طب ما ليها حق طبعا ان هي توافق انها تقعد معاك. فقال لها يعني انت مش شايفه ان انا فيا حاجه تميزني غير بس الفلوس؟ فقالت له لا طبعا، ازاي انت شيك ووسيم وزي القمر، بس عامه هي كلمه غني دي حطها جنب اي راجل في اي حاجه هيبقى زي الفل. بعد كده راح عشان يحضر لها اوضتها اللي هتغير فيها، وهي بدأت ان هي تتمشى في الشقة، ولاحظت جدا ان في تماثيل كتير، وان في تحف كتيرة جدا. فلما شافته قالت له يا دكتور انت الشقة كلها تحف، هو انت بتشتغل ايه؟ فقال لها انا طبعا انت لما تشوفي كده تحف كتير يبقى معناها ان انا ايه؟ قالت له ايه ده، بتشتغل في الاثار؟ قال لها لا انا بنحت، انا فنان. فقالت له فنان ازاي يعني؟ قال لها انا فنان بنحت التماثيل والاشكال الجميله اللي حواليكي دي. فقالت له طيب وانت بقى الفلوس الكتير اللي عندك دي من الطيران ولا من النحت؟ قال لها ده من الفن، اي حاجه حطي الفن، اعملي اي حاجه بفن هتطلع اخر جمال، حتى شغلانتك دي مع احترامي ليكي لو بفن هتبقى حاجه تانية. فقالت له لا انا قلت لك ان انا مش ناويه ابقى فنانه في الموضوع ده ولا ناويه اكمل فيه، انا واخداه بس حاجه مؤقته كده. فقال لها امال انت نفسك تبقي ايه؟ قالت له انا لسه مش عارفه. قال لها تصدقي ان انتي رائعة؟ فقالت له ليه يعني؟ قال لها ده في ناس بتدفع فلوس كتير جدا علشان يبقوا زيك كده، انتي صلصال خام لسه ما تشكلتيش، ده في ناس بتدفع ملايين في الكلام ده. فقالت له بص انا مش فاهمه بصراحه انت بتقول ايه، انا حاسه ان انت بتقول كلام عميق بس انا مش فاهمه منه اي حاجه. وقالت له قول لي بقى الاوضه بتاعتي فين عشان ادخل اغير، لان كل ده من وقتك. قال لها هو انت بتاخدي في الساعه كام؟ قالت له الساعه ب1000 جنيه. قال لها طيب بصي انا هديك في الساعه 5000 جنيه، بس تعملي كل اللي اقوله لك من غير ما تقاوحي معايا كتير. فقالت له طيب خلاص ماشي. قال لها انا محضر لك فستان جوه في الاوضه، لو عجبك البسيه، لو ما عجبكيش خلاص تقدري تلبسي اي حاجه تانية. بالفعل دخلت الاوضه وبصت لقيت ان هو حاطط لها فستان وباروكه، فقاست الفستان لقيته جميل وعجبها جدا، فلبست الباروكه والفستان وخرجت له. اول ما شافها ما صدقش وقال لها ايه ده، مش معقوله هيلتي؟ فقالت له هيلتك ايه؟ لا بص انا ماليش في الكلام ده، انا بتشائم من تناديني باسامي ميتين. فقال لها بقولك ايه، احنا اتفقنا ان انت هتعملي كل اللي بقوله لك، وكلمها بزعيق كده. فقالت له طيب خلاص ماشي هيلتي. فبعد كده راح عشان يجيب لها كاسين يشربوهم مع بعض. فقالت له إيه لا بص انا ماليش في انا ما بشربش عشان ده حرام. قال لها حرام؟ بعد كده استغرب طيب طبعا، وراح عشان يشغل مزيكا يرقصوا عليها. فعلا قعدوا يرقصوا واتبسطوا شويه، وبعد كده قعدوا عشان يتكلموا مع بعض. بعد كده قال لها فاكره لما قلتي لي ان انت نفسك تموتي بنفس الطريقه اللي اتقابلنا عليها اول مره؟ فقالت له لا بصراحه مش فاكره الموضوع ده. فقال لها طيب تحبي تموتي ازاي؟ قالت له لا
أنا ما بافكّرش في الموضوع ده دلوقتي خالص، يعني مش مخطّطة له. فقال لها: "لأ إزاي؟ أنتِ لازم تموتي، أنتِ عارفة إن أنتِ أكبر إنجازاتي، ولكن أنا مش عارف أنتِ إزاي عملتِ كده، إزاي تروحي تبُصّي لواحد زي ده، إزاي تخونيني، ده أنا ما استجريش إن أنا أشغّله عندي خدّام، تروحي تخونيني معاه، تسيبي كل فلوسي وكل اللي أنا فيه ده وتروحي تخونيني مع واحد زي ده، أنتِ فعلًا تستاهلي الموت." هي حاولت إن هي تفوّقه وقعدت تقول له: "يا كابتن فاروق، يا دكتور فاروق." علشان شافت إن هو اندمج أوي، لكن هو فضل مكمّل، قعد يقول لها: "أنا حبيتِك، أنتِ أكتر إنسانة، أنا حبيتِك، أنتِ إزاي تعملي كده، أنتِ لازم تموتي." وبدأ إن هو فعلًا يمسك فيها وضربها بالقلم، لكن هي بدأت تقول له: "يا أستاذ فاروق." وتفوّق فيه، لكن هو خَد باله وقال لها: "معلش أنا آسف، ما تزعليش منّي، أنا باحبِّك يا هيلتي، أنتِ كل حاجة ليّا، أنا مش عارف أعيش من غيرِك ولا عارف أكون مع واحدة غيرِك، أنا باجيب ستات من برّه مجرّد إن أنا أشوف شكلِك فيهم وأتكلّم معاهم فيكِ، مش قادرة أكون مع واحدة تانية." وهي كانت طبعًا خايفة منّه جدًا، بس قالت لها: "أنتِ لازم تموتي على كل اللي عملتيه فيّا." وبدأ إن هو يخنق فيها، وهي بدأت إن هي تصرّخ وقالت له: "أنا عايزة أمشي." وبالفعل دخلت غيّرت هدومها علشان تمشي، لكن بتفتح لقيت الباب مقفول وما بيفتحش، وفي نفس الوقت قعدت تنادي عليه ما بيردش وما لقيتهوش موجود خالص، فاضطرت إن هي تقعد تدوّر عليه في كل مكان في الشقة وتنادي عليه، لغاية ما وهي ماشية بتدوّر عليه لقيت أوضة، فبتفتح الأوضة شافت حد زي ما يكون مقتول ومتقطّع في الأوضة، ولقيته هو وراها وكانت مخضوضة جدًا، فقالت له: "والله بُص أنا مش هاعمل أي حاجة ومش هاقول أي حاجة، سيبني أمشي بس وأنا مش هاتكلم والله ولا هافتح بُقّي." قال لها: "أنتِ بتعملي كده ليه، في إيه؟" وفتح الأوضة ونوّرها ووراها إن دي مجرد زي models مش أكتر، وقال لها: "أنتِ واضح كده إن مواضيع السفاحين اللي بتسمعيها الأيام دي كلت مخِّك." فقالت له: "أنت بتعمل إيه بالحاجات دي هنا؟" قال لها: "أنا مش قُلت لِك إن أنا فنان وإن أنا عندي عمليات نحت، فأنا باعمل ساعات حاجات زي كده." بعد كده قالت له: "طيب خلاص أنا عايزة أمشي، حاسبني عشان أمشي." قال لها: "وأنا كنت شِفت منِّك إيه علشان أحاسبِك؟" فقالت له: "طيب خلاص أنا مش عايزة أي حاجة، أنا هامشي." فعلًا خرجت من الأوضة وقررت إن هي هتمشي، لكن هو جه وراها وخد شنطتها ولقى فيها الفستان اللي هي كانت لابساه وقال لها: "إيه ده؟" قالت له: "خلاص خُده أنا مش عايزاه، أنا كنت شايفاه إن هو مركون بقى له كتير وأنت كده، كده مش محتاجه، لكن خلاص أنا مش عايزاه." لكن هو ادّاه لها وقال لها: "خديه ليكِ." وقعد يترجاها إن هي ما تسيبهوش في الحالة الوحشة اللي هو فيها دي وتمشي، وإن هي تفضل قاعدة معاه وهو هيدّيها كل اللي هي عايزاه. وقال لها: "استني دقيقة واحدة." وسابها ومشي، وهي مسكت بنطلونه وقعدت تدوّر فيه على فلوس، ما لقيتش أي فلوس، فطلّعت منوّم من معاها وحطّت له في العصير عشان ينام وتخلص منه. في الوقت ده لقيته بعد كده هو جاي ومعاه منشار مشغّله، فطبعًا خافت جدًا وافتكرت إن هو هيقطّعها ويموّتها بالمنشار، فمسكت حاجة في إيديها عشان تخبطه بيها وقالت له: "ابعد عني لا إما هاموّتك." فهو قعد يستعرض كده بالمنشار شوية وبعد كده فتح بيه الصندوق اللي قدّامه، فهي كانت واقفة مستغربة وقال لها: "تعالي بُصّي، تعالي بُصّي في إيه في الصندوق." فهي قالت له: "أنت عايز منّي إيه؟ أنت إيه اللي مخلّي معاك منشار؟" فقال لها: "هو أنا مش شغّال نحّات، يبقى لازم في منشار أستخدمه." وحاول إن هو يطمنها وهي قالت له: "أنت عايز مني إيه بالضبط؟" فقال لها: "أنتِ غيّرتِ لي مودي وخلّيتِ مودي مش كويس، فأنتِ مطلوب منِّك إن أنتِ تصلّحي ده." قالت له: "يعني عايز إيه؟" قال لها: "أنا عايز إن أنتِ تبقي هيلتي ونقضّي اليوم مع بعض حلو جدًا وهادّيكِ كل اللي أنتِ عايزاه وتمشي وخلاص." فقالت له: "بس أنا ما أعرفش هيلتي ولا أعرف شخصيتها علشان أتعامل معاك بشخصيتها." فقال لها: "خلاص أنا هاعرّفِك كل حاجة ونتعامل مع بعض." في الفعل دخلت الأوضة تاني وغيّرت هدومها ولبست لبس هيلتي اللي كانت لابساه قبل كده، وطلعت بدأت إن هي تتكيّف معاه، وبدأت تتكلم معاه وتقول له: بُص أنا عارفة إن أنت زعلان منّي، بس أنا مش عايزاك تزعل، أنا عايزاك تسامحني، أنا ما عملتش حاجة، أنت السبب في كل ده." فهو قال لها: "أنا السبب إزاي؟" قالت له: "أنت السبب، أنت كنت بتعاملني زي أي حاجة، مجرد حاجة اشتريتها وحطيتها كده زيها زي أي حاجة تانية، ما كنتش بتهتم بيّا نهائي، وكمان أنت كنت بتخوني مع كل البنات." وبدأت تقول له أسامي عشوائية، قعد يقول لها: "مين دول؟ أنا عمري ما خُنتِك." قالت له: "لأ، أنت كنت بتخوني وأنا كنت باعرف وباسكت علشان باحبك، لكن على فكرة أنا عمري ما خُنتك، أنا بس كنت باحاول أوصّل لك نفس الإحساس اللي أنا كنت باحسه، أنت اللي افتكرت إن أنا باخونك بجد." فقال لها: "بجد يعني أنتِ بتحبيني؟" وبدأت إن هي تندمج في الدور معاه.
وهم عمالين يمثلوا التمثيلية العبيطة بتاعتهم دي، دخل عليهم واحد الشقة، فطبعا اتفاجئوا، وراح فاروق قال له ايه ده، انت مين وازاي تدخل شقتي كده؟ قال له انت اللي مين، انت بتعمل ايه في شقتي؟ قال له شقتك ازاي، دي بتاعتي. قال له ازاي، انا كنت مسافر ولسه راجع. انت اكيد البواب اجرها لك من ورايا. فبدأ فاروق يقول له لا طبعا، ازاي، دي شقتي من زمان، انا فاروق الشاذلي. قال له انت فاروق الشاذلي ازاي لما انا ابن فاروق الشاذلي، انا ياسر ابنه. قال له لا طبعا، دي اكيد انت بتنصب عليا، اكيد البواب بيأجر لك الشقه من ورايا وانا مش موجود. وبدأ ان هو يطرده وطلعه بره وقفل الباب. بعد كده قال للبنت اللي معاه انا مش عارف ازاي كده، اكيد البواب ده بيأجر الشقه وانا مش موجود، انا لازم اكلمه واخرب بيته. فبدأت ان هي تركز في الكلام وقالت له ازاي البواب شافنا واحنا طالعين وسلم عليك، يبقى ازاي لو جه حد هيأجر له الشقه وهو عارف ان انت فوق؟ فبدأ يعرف ان هي فهمت، قال لها برافو عندك حق، انا فعلا الشقة دي مش شقتي. قالت له ايه ده، انت هجام، انت بتسرق شقق؟ فقال لها برافو عليكي تاني، انت عرفتي لوحدك اهو. قالت له معقولة يعني انت في الاخر طلعت حرامي؟ قال لها لا ما تقوليش حرامي، انا فنان. وبدأت تقول له طب انت جبتني معاك ليه، ما انت كان ممكن تيجي تسرق لوحدك، ايه اللي يخليك تجيبني معاك؟ فقال لها انا جبتك معايا علشان انا بزهق، اصل كل مرة هسرق لوحدي، لا طبعا انا بزهق، اهو نيجي مع بعض نتسلى، مرة ابقى دكتور، مرة ابقى مهندس، مرة ابقى دبلوماسي، يعني تغيير الشخصيات ده بيفرق. يعني انت ما اتبسطتيش النهاردة بالشخصية الجديدة بتاعتك دي؟ قالت له لا طبعا، اتبسط ايه اللي بتقوله ده؟ قال لها لا طبعا، ده شيء ممتع، ده فن. ايه شوفي كده، انا المرة الجاية هسرق شقة واحد دبلوماسي هندي، تحبي تيجي معايا؟ فقالت له انت بتفكر في السرقة اللي جاية وانت لسه ما خلصتش الاولانية؟ الناس زمانهم جايين، انت بارد قوي، اكيد البواب هيعرف وهيطلع دلوقتي، وبعدين اصلا البواب عارفك لانه سلم علينا واحنا طالعين، ازاي سلم عليك؟ فقال لها لان انا مأجر الشقة اللي فوق بقالي اسبوعين عشان اقدر اطلع وانزل واعين المكان كويس واراقبه واعرف هسرقه امتى. فقالت له برضو ايه اللي خلاك جبتني معاك، انت كان ممكن تخلص كل حاجه لوحدك. فقال لها لا خلينا مع بعض احسن، وكل مره نبقى في مكان. فقالت له طب يلا بسرعه امشي، انا مش هسرق معاك، انا مش حراميه. قال لها ما تستعجليش وما تخافيش، طول ما التليفون ده مرنش يبقى خلاص، انا مخلي فيه واحد مع البواب بيشغله، فطول ما هو ما نرنش عليا التليفون يبقى احنا كده في التمام، وممكن ان احنا نقعد براحتنا. وبدأ ان هو يتكلم معاها، ولكن فجأة وهو بيتكلم حس ان هو دايخ وتعبان، فعرفت طبعا ان هو المنوم بدأ يعمل معاه نتيجة. فبعد كده ما قدرش يقف وقعد وقال لها انت حطيتي لي حاجه في الدرينك صح؟ فهي ما ردتش عليه وقالت له بعد كده ايوه انا بعمل ده على فكره مجرد منوم يخليك تنام، انا بعمل ده مع الزباين اللي بيبقوا رخمه بس كده. بعد كده بدأ يهلفط في الكلام وهو تقريبا نايم على نفسه، وهي خدت المفاتيح من جيبه علشان تفتح الباب وتمشي، لكن ما عرفتش، وهو قال لها انت فاكره ان المفاتيح دي فيهم مفتاح الشقه بجد؟ انا اللي فاتحه، لكن هما ما فيهمش ولا مفتاح. قالت له طب افتح الباب ده بسرعه. قال لها لا احنا هنفضل قاعدين هنا مع بعض، وما رضيش ان هو يديها اي حل. في الوقت ده مطوع اللي هو المفروض هيكلمه يقول له اتصل بيه، واول ما التليفون رن هي حاولت ان هي تفوقه لكن ما كانش راضي يفوق ابدا، جابت برشام عشان تديهوله يفوق، لكن هو ما رضيش ياخد البرشام وقال لها لا انا ما باخدش الحاجات دي. فاضطرت ان هي تاخد تليفونه وتتصل على مطوع ده وتقول له ايوه الدكتور بيقول لك ان انت تعالى افتح الباب. فقال لها دكتور ايه، وانتي ايه ده، انتي ازاي خدتي تليفونه، هو سابلك تليفونه ولا ايه؟ فقالت له لا هو معايا هو. قال لها تصدقي كنت هصدقك، معاكي ازاي، انا عارف كويس ان هو بعد ما هياخد السرقه بتاعته ويخلص كل حاجه في الشقه هيسيبك في الشقه ويقفل عليكي الباب ويمشي، لكن ما كنتش اعرف ان هو كمان هيديك التليفون. وبعد كده بدات تقول له لا ازاي هو موجود معايا؟ فقال لها انا مش مصدقك، هو دايما، وانت على فكره صعبتي عليا، فانا هقول لك الحقيقه، هو دايما بيحب لما بيسرق شقه يسيب حاجه يعرف بيها البوليس ان هو اللي عمل كده، والمره دي قرر ان هو يغير الامر وهيسيب، لسه كان هيقول عليها كلمه مش كويسه. قالت له على الله تنطق نص كلمه كمان، انا على فكره معايا تليفونك ومعايا اسمك وممكن اوديك في داهيه لو ما جيتش فتحتي لي الباب. قال لها طب انا هقول لك حاجه، اصلا ولا ده رقمي ولا ده اسمي، واعملي اللي تعمليه وقفل السكه. ففي الوقت ده هي قررت انها لازم تشغل مخها
نفسها وتخرج من الورطة دي. اول ما الباب اتفتح ودخل ياسر ابن الدكتور فاروق ومع البواب، فهي خدتهم في الكلام وقال لها البواب انت مين يا ستي انت؟ قالت له يعني ايه انا مين؟ مش انت اللي مأجر لنا الشقة واخد مننا حتى فلوس قد كده وقلت لنا انا مأجرها لكم من ورا صاحب الشقة؟ فقال لها انا عملت كده؟ لا انا ما اعرفكيش وما شفتكيش قبل كده. قالت له ازاي انت لسه مسلم علينا تحت واخد مننا فلوس قد كده؟ فبدأ ابن الدكتور فاروق يقول له عشان كده الراجل كان بيبجح فيا وبيتكلم انت بتأجر الشقة من ورايا انا هوديك في داهية. فقال له والله ابدا. فبعد كده ياسر قال لها طب بقول لك يا ستي انت يلا خدي بعضك وامشي من الشقة هنا. فقالت له طيب ما تخليني يمكن تحتاجني. فهو قال لها لا خدي بعضك وامشي. وبالفعل وهي ماشيه نده عليها وقال لها بقول لك ايه، هو زي قال ان هو اسمه ياسر على اسم والدي، هو فعلا اسمه ياسر؟ فهي قالت له انا ما اعرفش اسمه ايه وما بيفرقش معايا الاسامي في شغلانتي دي، يبقى اسمه ياسر اسمه حشمت ما تفرقش معايا، بس اللي اقدر اقوله لك ان هو فعلا فنان. بعد كده خدت بعضها ومشيت وطلعت هي منها. ولما دخلوا وشافوا المسروقات اتحبس واتسجن 3 سنين بتهمة السرقة وفي نفس الوقت بتهمة احراز سلاح ابيض بدون ترخيص اللي هو المنشار. وبكده خلصت حلقتنا. لو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر، واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.